السلام عليكم. زين الدين زيدان يفاجئ النادي الأهلي بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي، ويتغنى بهذا الثنائي الأهلاوي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت سعيد بتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الرابع على التوالي بعد فوزه على الترجي التونسي ليضرب موعدا مع الفائز في مباراة صن داونز والوداد المغربي، فقد تفاعل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريقيا سبورت، وقال: هنيئا للنادي الأهلي بتأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيقه الفوز على الترجي التونسي. فالأهلي تأهل إلى النهائي الرابع على التوالي في آخر 4 سنوات، وهذا إنجاز لم يحدث لأي نادي إفريقي أن يتأهل إلى النهائي 4 مرات متتالية. فالأهلي لا يقل عن الأندية الأوروبية الكبرى مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ، فأنا دائما أشاهد الأهلي في كأس العالم للأندية، ودائما يكون منافسا شرسا أمام الفرق الكبرى. ولكن أكثر ما لفت انتباهي في النادي الأهلي هو اللاعب بيرسي-تاو واللاعب حسين الشحات، فهم دائما ما يصنعون الفارق للنادي الأهلي وخاصة في المباريات الأخيرة. ولكن هناك لاعب خط وسط وهو مروان عطية، أراه من أفضل المواهب الصاعدة في إفريقيا، وأتمنى أن أشاهده مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية القادمة بكوتيفوار. وأعتقد الأهلي هو من سيتوج بلقب هذه البطولة، لأنه يمتلك لاعبين سيصنعون الفارق في المباراة النهائية مهما كان خصم النادي الأهلي في المباراة النهائية صن داونز أو الوداد المغربي. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك فيما قاله زين الدين زيدان في حق النادي الأهلي؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.